بتحبيني انا اكتر ولا بقى سلطان؟ انت عبيط بهاء طبعا. الهوى سلطان، الهوى سلطان، الهوى سلطان. فجأة الفيسبوك والانستجرام كلهم بيتكلموا عن فيلم الهوى سلطان. فجأة كل الستوريز بقت على صوت بهاء سلطان وهو بيقول الحكاية بدأت من أكتر من 8 شهور بخبر بيقول إن في تحضيرات لفيلم جديد بطولة منة شلبي وأحمد داود. وبصراحة أنا مش جاي أتكلم قوي عن الفيلم، لكن محتاج أتكلم عن بطلة الفيلم. وبالمناسبة بطلة الفيلم مش منة شلبي، بطلة الفيلم الحقيقية مخرجة الفيلم ومؤلفته هبة يسري. احكي لنا عن الهوى سلطان. والله هو انا مش عايزه احكي عن الهوى سلطان، انا عايزه اتبسط كده انا عايزه اتفرج على الهوى سلطان. انا عايزه اتفرج عليه. والله بصي انت عارفه الفيلم عندي فكرته من زمان جدا، وعايزه اعمل فيلم برضو بسيط. وحاولت اشتغل على استراكشر بسيط والتمثيل بسيط، يعني نحاول نعمل حاجه كده رومانتك لطيفه من الحاجات اللي نفضل نبقى عايزين نتفرج عليه. يعني ده هدفي في الموضوع. من ساعة ما نزل مسلسل سابع جار وأنا واقع في غرام مثلث الإخراج بتاعه نادين خان وأيتن أمين وهبة يسري. ومن ساعتها وأنا بتتبع شغلهم واستنى الجديد، وهي أي حاجة من ريحة سابع جار. المهم يعني أيتن أمين تشتغل فيلم سعاد تترشح لكان وتبدأ كمان شغل في فيلمها آل شنب. وهبة يسري فين؟ مش عارف. نادين خان تشتغل فيلم أبو صدام مع محمد ممدوح وبرضه يترشح لمهرجان القاهرة السينمائي. تشتغل مسلسلات كتير زي مين قال وليه لأ الجزء الثالث ومسار إجباري. طب فين هبة يسري؟ برضه مش موجودة. طب هو ليه أصلا كنت بدور على هبة يسري؟ بصراحة من شدة حبي لسابع جار حاولت أعرف هو المشروع الحنين الطيب اللي ظهر من عدم وحسسنا إننا نعرف نعمل مسلسلات زي زمان مين اللي كان وراه. ومن غير تدوير كتير كانت الإجابة هبة. وعملت معاها المسلسل اللي كانت عايزه تعمله فاقنعتنا بيه كلنا. هبة هي صاحبة المشروع وصاحبة الفكرة. هبة للناس اللي ما تعرفش هي اللي كاتبة قصة وسيناريو وحوار سابع جار. والفكرة هنا إنه مش أي سيناريو. ومبسوطه اكتر بهبه ان كلامها كان حلو، كلامها بني ادميني قوي. فعلا سيناريو بني ادميني جدا قريب مننا وشبهنا، لدرجة ان في ناس كتير كانت متخيلة ان المسلسل عبارة عن شوية مشاهد ارتجالية من الممثلين من كتر صدق السيناريو والحوار. يعني هبة هي صاحبة المشروع وكمان كاتبة السيناريو والحوار ومشاركة في الإخراج مع أيتن ونادين. تسكت؟ لا طبعا، دي معبية الشريط بصوتها حرفيا. التتر الخلاب بتاع من حب فيك يا جاري وليه المفاجأة بصوتها هي شخصيا. عايزه اقول لك حاجه عن هبه. هبه من عيله فنيه برضو والله. جدها الله يرحمه من ناحيه الام الاستاذ عبد المنعم بهنسي من مديرين التصوير العظام في السينما، وجدتها من ناحيه الاب مطربه شهرزاد. يا سلام، عشان كده هي اللي مغنيه التتر. بعتلي همسة سمعتله. تاني حاجة اكتشفتها من تدويري ورا هبة هي رؤيتها للفن بشكل عام. هي عايزة تشتغل ازاي؟ حياتي انه عايزه اعمل حاجه فنيه كويسه ولما بدات كنت بعمل افلام قصيره وتسجيلي بتاع هي انا عارفه انه الحاجات كنت بعملها ينفع الناس تشوفها، بس في الاخر هي الوسيط اللي انت بتوصل لك زيرو. بس حسيت انه لا، انا عايزه اعمل فن اللي هو في الاخر الناس تفتكره. يعني زي ما احنا بنفتكر مثلا جمل من افلام، بنفتكر افلام معينه عايزين نشوفها في اوقات معينه. لا، انا عايزه اعمل كده. انا عايزه اثر في البني ادم اللي قدامي. مش هاممني قوي فكره ايه يروح فين وايه يعمل ايه، قد ما اكتشفت بعد كده ان انا لما بشوف حد مثلا بيعرف ان انا عامله سابع جار بتزي يحكي لي حاجات. واعتقد ده سبب نجاحها وقربها من الناس. هي بتشتغل بقلبها وفطرتها، وفي نفس الوقت هي مش جايه تنظر على الناس ولا تبهرهم بحاجه. هي عايزه توصل لهم باحن واطيب الطرق. وبساطه رؤيه هبه وتصورها للفن وقد ايه هي فنانه حقيقيه بجد، تصورت ان وجودها في بيت فني سهل عليها الامور. من
من يوم ما بدأت أفهم وأنا عارفة إن الحياة دي أصلا مزيكا، وإن ست وجده دول أحسن ناس في الدنيا عشان هم فنانين. الحياة في البيت ده ما كانتش حياة عادية، كانت حياة كلها غنى ومزيكا، وبالليل تسجيل أو بروفا، أو جده بيعزف شوية بعد الظهر، أو بيحفظ سته لحن. لكن الحقيقة إن مش ده الواقع خالص. بيت هبة كان من العقبات في حياتها، ويمكن يكون هو اللي وصلها إنها تخرج لنا كل المشاعر دي في عملها. أنا في دماغي البنات أساساً يعني تقعد في بيتها وتتستت، ما عنديش حتة إنها تشتغل أساساً ولا فن ولا غير فن. موضوع يا هبة يا بابا دلوقتي انت كنت وافقت وكنا اتكلمنا. احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مرة قبل كده. أيوة وانا قلت لك رافض مبدأ دخولك الفن ده. الله، مش معقول كل شوية نتكلم فيه يا حبيبتي. بعدين ده وسط وسخ قذر. انت ما تعرفيش حاجة، ما شفتيش اللي انا شفته في الوسط ده. مهما عملتي برضه هيتكلموا عني، محدش هيرحمك. بصراحة بقى انا ما اسمعش لحد يسوق سمعتي بسببك. بابا المفروض ان انت تبقى عارف ان انا عمري ما هغلط. خلاص خالص ولا كلمة. غلطي، استناك لما تغلطي. انا كنت اقتلك قبل ما تفكري انك تغلطي. شوفي يا بنت الناس، من الاخر كده انا مش عايز اسمع السيرة دي تاني، اقسم بالله العظيم لو سمعت الموضوع ده تاني هقتلك. عارفة يعني ايه اقتلك؟ ورغم الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الأب وبنته، إلا إن حب هبة للفن هو اللي كمل، وحبها للفن هو حب ما يتجزأش أبدا من حبها لباباها، وشعورها إنها بس نفسها تشتغل عشان توصل له حبها وفهمها للحياة بس من منظورها هي. وانتي اتخرجتي من معهد سينما ودخلتي معهد سينما، وبعدين قلتي لي انك الدخول بتاعك بالرغم انك من عائله فنيه ما كانش سهل، والشغل بتاعك ما كانش سهل، وبعدين جه سابع جار. اهلك كانوا عاملين ازاي في الرحله بتاعت من اول ما دخلتي المعهد لحد سابع جار؟ بص، هي الحاجه المؤسفه اللي هقولها في الاول عشان بعد كده ما نزعلش، انه بابايا توفى وانا بصور سابع جار. اوكي. فالشخص اللي انا كنت مهتمه جدا يشوف الموضوع فجأة في النص مبقاش موجود. فاللي هو يعني ايه، حتى بعديها عانيت كذا سنة كده انه مش عايزة اشتغل، لانه حسيت انه الموتيفيشن كان واضح انه كان ليه حاجة علاقة ببابا يعني. فقعدت وقت على بال بعمل ده. في النهاية حابب أرشح للكل فيلم الهوى سلطان، لازم تدخلوه في السينما. وحابب أشكر هبة يسري جدا على كل المشاعر الحلوة الصادقة اللي وصلتها لنا، وأتمنى من المجتمع السينمائي إنه يدرك إننا معانا مخرجة وفنانة قادرة تنعيشنا بأفلام هتعيش لسنين. وفي النهاية أسيبكم مع أحلى فركش لفيلم في السينما المصرية من سنين.